تخيل معايا إنك للأسف ارتكبت جريمة، فتبتدي بقى تفكر في السجن وفي البرد وفي الريحة اللي مش حلوة، وتتخيل نفسك وانت ورا القضبان وانت سامع في الخلفية ورا صوت أغنية المحكمة. لكن المفاجأة إنك لما دخلت السجن لقيت الدنيا مختلفة تماماً. لقيت السجن نظيف، السرير نظيف جداً. أول ما تصحى من النوم بتجهز قهوة من مكنة القهوة اللي جنب السرير وتاخدها وتتمشى في الجنينة اللي بره الزنزانة علشان تروح الجيم بتاعك. وفي آخر اليوم تتفرج على فيلم في قاعة السينما اللي موجودة جوه السجن. استغربت صح؟ خلينا النهارده نتكلم عن أكتر 7 سجون رفاهية موجودين في العالم كله. سجون هتغير فكرتك تماماً عن المساجين ازاي بيعيشوا جوه السجن. وهنبتدي مع بعض من المركز السابع للمركز الأول. وعموماً بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. رقم 7 سجن سان بيدرو في بوليفيا. وده الصراحة أنا مش عارف كنت أقول عليه سجن ولا إن أنا أقول عليه مدينة كاملة جوه السجن، لأن السجن دوت مفيش حراسة جواه، مفيش أبواب حديد بتتقفل. الناس هناك عايشة حياتها بشكل طبيعي جدا ولا كأنهم جوه السجن. والغرف هناك بتتباع في المزادات. اللي معاه فلوس أكتر بيقدر يشتري غرفة 5 نجوم، واللي مش معاه بيضطر يشترك في غرفة هو و2 3 مع بعض. بس الاستغراب لسه ما وقفش عند النقطة دي. في السجن ده في شغل جوه. المساجين نفسهم بيشتغلوا في مطاعم، سوبر ماركت، نجارين، حلاقين، في وظائف كتير جوه السجن. بس الاستغراب ما وقفش عند النقطة دي. المساجين هناك ممكن ياخدوا معاهم زوجاتهم وأولادهم عادي جدا، والأولاد يصحوا الصبح يروحوا المدرسة ويرجعوا تاني على السجن بالليل، مفيش أي مشكلة ولا كأنهم عايشين حياتهم بشكل طبيعي. والسؤال هنا ليه؟ الحكومة هناك شايفة إن إحنا مش لازم نعاقب المساجين بإن إحنا نحبسهم وبس، وبيفكروا إن هم لازم يدمجوهم في المجتمع بشكل طبيعي جدا علشان لما يخلصوا فترة العقوبات بتاعتهم يرجعوا لحياتهم الطبيعية بشكل عادي جدا وما يبقاش في أي مشكلة. والأبحاث هناك بتقول إن 70% من اللي اتطبق عليهم النظام دوت بيخرجوا من السجن ومش بيرجعوا للجريمة مرة تانية. لو أنت لسه معايا لحد دلوقتي طب ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. ويلا بينا ندخل على المركز السادس. لو قلت لك إن في سجن بيهتم جدا بمشاعر الأطفال جوه السجن أكيد مش هتصدق وهتستغرب. في السجن ده الموضوع مش مجرد عقوبة سجن وبس، هناك بيحاولوا يحافظوا على نفسية الأطفال الصغيرة من ظروف اتولدوا فيها مش بإيديهم. وهتلاقي هناك الزنزانة متخصصة ولا كأنها أوضة نوم كاملة، سرير للأب والأم وسرير للطفل. والموضوع مش بيقف بس لحد هنا، الحيطان كلها بتكون على شكل رسومات خاصة بالأطفال وألوان كلها مبهجة ولا كأنك دخلت حضانة أطفال. بس طبعا الموضوع ده فيه شروط، يعني مش أي حد يدخل السجن ده وخلاص. الشروط الأساسية إن الطفل ما يكونش عمره فوق ال3 سنين. ثانيا لازم يكون الأب والأم ما لهمش أي تاريخ من العنف أو سلوك خطير. ولازم الأسرة تكون مستقرة نسبيا علشان الطفل يعيش في ظروف آمنة حتى لو كانت جوه السجن. الفكرة ببساطة إننا لو عايزين أولادنا يطلعوا أسوياء ما ينفعش نحرمهم من وجود الأب أو الأم في سن الطفولة. ودي رؤية إنسانية جدا، بحيث إن إحنا ما ينفعش نمنع الأطفال عن أبوهم أو أمهم في سن الطفولة. المركز الخامس سجن باستوي في النرويج. تخيل كده معايا أهدى سجن في العالم ممكن يكون عامل إزاي؟ مهما تصورت مش هتتخيل. السجن ده عبارة عن جزيرة هادية، مفيش أسوار، مفيش أبراج حراسة، مفيش كلاب شرسة، مفيش حراس معاهم سلاح. الجزيرة كلها عبارة عن السجن، والمساجين كل واحد فيهم عنده كوخ، هي دي الزنزانة بتاعته. طيب وإيه المطلوب بقى منك في السجن ده؟ ولا أي حاجة. تزرع، تربي حيوانات، تتعلم صيد السمك، تقرأ كتب وتطبخ أكلة وتمارس الرياضة. يعني من الآخر تكتشف نفسك من أول وجديد. والفكرة هنا إن المسجون يخرج من السجن متعلم مهارة أو حرفة جديدة، المهم إن هو يقدر يشتغل مرة تانية ويبقى إنسان منتج بدون ما يرجع للسجن مرة تانية. الحكومة هناك بتقول بكل بساطة إن أنت لو عايز تعامل الإنسان كإنسان ما تعاملوش كحيوان. والنتيجة إن أقل من 20% من اللي بيتسجنوا في سجن الباستوي بيخرجوا من غير ما يرجعوا للجريمة مرة تانية. ودي نسبة منخفضة جدا بالنسبة للسجون اللي بتعامل الإنسان بطريقة غير لائقة وبتكسره وبتطلعه أكتر عدوانية. المبدأ هناك بسيط لكن قوي جدا، إن العقوبة مش حبس وبس، العقوبة ممكن تكون فرصة. وإن مش كل اللي جوه السجن كان مجرم من البداية، في منهم كانت ناس اتحطت تحت ظروف صعبة اضطروا يذهبوا للطريق ده، والمكان الوحيد اللي احتواهم في الآخر كان هو السجن. في قلب منطقة ريفية هادية جدا في نيوزيلندا اتبنى السجن ده في سنة 2007. اتبنى سجن أوتاغو، بس الهدف منه كان إن هو تغيير طريقة التعامل مع المساجين.
يعني مفيش أسوار عالية تحسسك إنك محبوس، ولا زنازين تكتم على نفسك وتدخلك في حالة اكتئاب. بالعكس، غرف نظيفة جدا، ملاعب مفتوحة ومكاتب للدراسة وبرامج حقيقية لإعادة التأهيل. يعني السجين هنا مش بيقضي وقته في الفراغ وخلاص، ده بيتعلم نجارة وحدادة، بياخد دروس قراءة وكتابة، وبيحضر ورش طبخ والعناية بالنفس، وبيتكلم مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين علشان يعيد ترتيب الحياة مرة تانية. فكرة السجن هنا إنك ما تعاقبش الإنسان على الجريمة وخلاص، الفكرة إنك تعالج الشخص اللي ارتكب الجريمة دي. يعني بدل ما تطفي الإنسان، أنت بتديله فرصة تانية للحياة، فرصة تانية إن هو يكون إنسان أفضل بعدين، علشان لما يخرج من السجن دوت يقدر يبتدي حياته بعدين بوعي وبإرادة قوية. وإن السجن هنا مش بيكون مجرد نهاية الطريق، ده بيكون مجرد البداية. السجن ده بيفكر بطريقة مختلفة شوية، هو مش بيشوف إن السجين مجرد مجرم وبس، هو بيشوف إن هو إنسان عمل غلطة فبيتعاقب عليها، مش أكتر من كده. فبالتالي بيختلف عن السجون التانية في طريقة العقاب نفسها. هو مش بيحبس المسجون في زنزانة وبس وبيديله وقت فراغ كبير، لا خالص، هو بيعتبر المسجون كموظف، بيحدد له 40 ساعة عمل في الأسبوع، وبيخلي المسجون يشتغل في المجال اللي هو عايزه. يعني عايز يشتغل بإيده، تمام، مفيش مشكلة. حابب يتعلم وظيفة تانية أو يجرب مجال جديد، برضه مفيش مشكلة، هناك هيعلموه وظيفة جديدة. المهم إن هو يخرج من عندهم وهو عنده وظيفة يقدر يعيش بيها بره السجن ويكمل حياته بشكل طبيعي جدا. والفكرة هناك ببساطة إن هم مش لازم يعاقبوا الشخص طول عمره على غلطة واحدة عملها. سجن كوريتارو اللي موجود في المكسيك تحس إن هو نسخة متطورة أكتر من سجن سان بيدرو اللي موجود في المكسيك. برضه في سجن كوريتارو برضه المسجون بياخد أسرته معاه، مفيش مشكلة، والأولاد برضه بيروحوا المدرسة الصبح ويرجعوا بالليل. بس الأكتر هنا إن المسجون ممكن يكمل دراسته الجامعية من جوه السجن ويطلع ويكون معاه شهادة معتمدة زيها زي أي شهادة تانية عادي خالص. يعني مش بس بيعاقبوه، ده بيخلوه يرجع للحياة مرة تانية كأقوى. والسجن نفسه عبارة عن مدينة صغيرة جوه السجن متحاطة بسور، في هناك الحلاقين والكوافير والبقالة، والمساجين هناك عايشين حياتهم طبيعي جدا كأنهم بره السجن بالظبط. والفكرة هنا إن هم يرجعوا المسجون أحسن من الأول، مش إن هم مجرد بيعاقبوه بس. وفي المركز الأول سجن في النرويج اسمه هايلاند. اللي جاي ده مش مجرد سجن وبس، دي تجربة إنسانية كاملة. السجن ده مفهوش جدران كئيبة، الحيطان محطوط عليها لوحات فنية، والمكان فيه موسيقى هادية شغالة طول الوقت، والنوافذ بتبص على أشجار وجناين علشان المسجون يحس بالراحة النفسية والهدوء. والحراس هناك مش بيمسكوا سلاح، لا خالص، دول بيتعاونوا مع المساجين في الأكل وفي الطبخ كمان، وبيشاركوهم في الألعاب وفي الجيم ولا كأنهم أصدقاء. وبيشاركوا كمان المساجين في الأنشطة زي الجيم أو الألعاب، وبيتعاملوا مع بعض كأنهم زملاء أصلا. والمساجين هناك عندهم استوديو لتسجيل الموسيقى، عندهم جيم حديث، وفصول دراسية يقدروا يتعلموا فيها لغات أو طبخ أو قراية، مش مشكلة. والأكتر من كده إن هم كمان بيساعدوهم يتعلموا حرفة، يعني اللي عايز يبقى نجار تمام، واللي عايز يكون ميكانيكي برضو تمام، واللي عايز يتعلم حرفة تانية مفيش أي مشكلة. وأكتر من كده كمان يكون عندهم إنترنت يقدروا يستخدموه خلال اليوم في أوقات محددة. والمساجين هناك مش متحددين بأوقات معينة إن هم يبقى لهم زنزانة يدخلوا فيها في وقت معين، بالعكس ليهم مطلق الحرية في التحرك. والفكرة كلها إن السجن ده مش مكان لعقاب المجرم، لكن السجن هناك يكون مجرد نقطة بداية إن السجين يرجع لحياته زي الأول وأفضل كمان. وفي الآخر مش كل السجون زي ما بنشوفها في الأفلام، في دول تانية شايفة إن العقاب مش إنك تحبس المسجون في زنزانة ضلمة وبس، لكن إنك تخليه هو يراجع أخطائه وإن هو يتعلم منها علشان يرجع للحياة مرة تانية كإنسان منتج ويفيد البلد بعدين. وفي الآخر بقى ما تنساش تقول لي إيه أكتر سجن اتفاجئت فعلا إن هو موجود أو إن هو بيعمل المساجين بالطريقة دي. ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، وما تنساش تكتب لنا تعليق تقول لنا إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه. استنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.